تعالوا نظبط المود ونعمل كيكة الكاكاو بجناش الشوكولاتة. الكيكة هتطلع معاكي خفيفة وهشة وطرية جدا، والجناش كمان هيبقى طعمه كريمي ودايب الشوكولاتة فيه يدوب. يعني من الاخر كده هتعملي كيكة فاخرة بطعم رائع. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. وبسم الله في الاول كده هنجيب طبق غويط، هننخل 3 كوبايات دقيق، هتعايري مج شاي الازاز، وهننخل كوبايتين الاول، والكوباية التالتة قبل ما ندخلها هننزل عليها بمعلقة كبيرة ونص بيكنج باودر ورشة ملح بسيطة جدا، ومعلقتين كبار مليانين كاكاو خام، ويفضل تستخدمي الكاكاو الأسباني، ده أفضل نوع. ولو عمل كده كتل في المصفى أو في المنخل بظهر المعلقة ونعميه. بعد كده هنحط معلقتين كبار مليانين لبن بودرة. طب أنا بستخدم لبن بودرة ليه؟ علشان أنا هستخدم مية. طب لو أنا مش هحط مية وما عنديش لبن بودرة يبقى هستخدم كوباية حليب. هقلب الدقيق كويس وهركنه على جنب ثواني، ونجيب شفشق الخلاط. هنعمل خطوة كده سريعة سريعة، ان احنا نحط 4 بيضات في الخلاط ومعاهم كوباية سكر. بعد كده هنحط معلقة كبيرة فانيليا سايلة ونشغل الخلاط لحد خليط السكر والبيض ما يبقى باللون ده. ننزله على طول على الدقيق والكاكاو، ونبتدي نحط تلت كوباية سمنة على زيت، يعني اقل من النص كوباية. مش عايزين نكتر مقدار المادة الدهنية علشان احنا هنعمل جناش دسم شوية. ونحاول نقلب كده شوية، هنلاقي الخليط تقيل معانا قوي. في الوقت ده هنحط كوباية مية سخنة جدا. طب بنحط مية سخنة ليه؟ علشان احنا حطينا في الاول معلقتين كبار لبن بودرة. طب انا لو ما عنديش لبن بودرة يبقى هلغي المية السخنة واللبن البودرة واحط كوباية حليب سخنة برضه، ونقلب لحد خليط الكيك ما يبقى بالقوام ده. بعد كده نصب خليط الكيك في القالب. ولو لاحظتي ان على الوش فيه فقاعات هواء يبقى بالعود الخشب او بالخله تمشي كده هتلاقي فقاعات الهواء اختفت. بعد كده ندخل القالب فرن سخن مظبوط على درجه حراره 180، الرف اللي في النص والنار عندي شغاله من تحت بس. الكيكه التحفه دي هتقعد معايا من 30 دقيقه ل 35 دقيقه، مش اكتر من كده. هنسيبها تهدى شويه من الحراره. بعد كده وهي دافيه بسيط نعمل فيها النغزات دي بالعود الخشب او بسكينه رفيعه. بعد كده هنسقيها بكوبايه لبن. اللبن ده ممكن يبقى بدرجه حراره المطبخ وممكن يكون دافي بسيط جدا. هنضيف كوبايه اللبن من غير سكر. بعد كده هنعمل جناش الشوكولاته، ومعانا نص كوبايه ميه ونص كوبايه بودره كريم شانتيه خام بدون سكر، ونقلبهم على البارد كده لحد ما بودرة الكريمة تختفي. بعد كده هننزل عليهم بربع كوباية زيت ونقلب تقليبة بسيطة. بعد كده هناخد الخليط ونرفعه على نار. النار عندي هنا أقل من المتوسطة، وهبتدي أقلب باستمرار لحد الخليط ما يبتدي يغلي. أول ما يبتدي في الغليان هنزل ب200 جرام من الشوكولاتة. اي نوع شوكولاته موجود عندك تقدري تستخدميه. المهم النار لازم هنا تكون هاديه جدا جدا. بعد كده اقلب الشوكولاته لحد ما تدوب، ويبقى عندي جناش شوكولاته جاهز بطريقه سهله قوي بسيطه. نشيل بقى الجناش من على النار ونروح نصبه على الكيكه على طول. ليه بنصبه؟ علشان لو سيبناه يبرد هيمسك في بعض ومش هيتصب بالشكل ده، فضروري ان انت توزعي على وش الكيكه وهو سخن. هنوزع الجناش ونسيب الكيكة كده بقى تهدى مع نفسها، والجناش يتوزع على الوش. بعد كده نبتدي نقطعها. تقدري تحطيها في التلاجة لو حبيتي، بس قطعيها وطلعي القطع كده وشوفي الجمال كله. كيكة خفيفة جدا جدا وهشة وناعمة قوي، والجناش طعمه تحفة. جربي جناش الشوكولاتة ده، يختلف تماما عن صوص الشوكولاتة اللي احنا بنعمله باستمرار. طعمه كريمي جدا جدا وغني قوي، تحسي ان انت كده بتاكلي كيكه فاخره فخمه. جربت طريقه النهارده وان شاء الله هتعجبك قوي، هتعمليها باستمرار. والسلام عليكم.